وزي ما انتم شايفين البروسيسور بتاعه انتل كور اي 3 الجيل العاشر من فيرجن 1005 جي 1. يعتبر فيرجن متواضع شويه ولكن احسن كمان من الانتل سيلرون وكل التهريج ده. الاي 3 يعتبر ممتاز وفي نفس الوقت بيقدم لك تجربه ممتازه جدا. زي ما انتم شايفين كده ان هو خد وقت شويه في الفتح، وده نتيجه ايه؟ وده نتيجه ان هو ما فيهوش اس اس دي كارد، هو فيه فقط 1 تيرا اتش دي دي، وده بيؤدي الى فتح وقفل الملفات بيكون بطيء شويه، وبالتالي ما تستغربش من كده وما تقولش ان هو جهاز ضعيف، لا هو جهاز كويس قوي، وفتح وقفل الملفات جواه بتكون بسرعه مقبوله جدا. من المميز فيه ان هو فيه مساحه عشان خاطر تحط فيه الاس اس دي كارد، مساحه مش قصدي اللي هو يعني تقدر انت تملاه، لا انت تقدر انت تحط فيه اس اس دي كارد بلس الاتش دي دي اللي هو موجود عندك، وبالتالي مش هتتضايق خالص من فتح والقفل البطيء ده. بالنسبه للشاشه بقى فهي 15.6 انش، شاشه كامله بالنمبر لوك الممتازه الموجوده على اليمين، ولكن لو انتوا لاحظتوا وركزتوا فيها هتلاقوا ان هي مش كامله، هتلاقوا ان هي كامله ولكن صغيره قوي، حاسس ان هي في حاجه ناقصاها. الحاجه الناقصاها دي اكيد البلس والماينس اللي هما بيكونوا موجودين هنا، ولكن عشان خاطر يدي لك يوتيلايزيشن كويس قوي والزراير تكون مرتاحه فهو زنق لك شويه النمبر بانل دي، ولكن الشاشه بتاعتها حلوه 1080 مستريح، والبيزلز بتاعتها كمان رفيعه، وفيها كمان خاصيه الكومفي فيو. بالنسبه بقى انا اسف ان انا فتحها لكم كده ولكن عشان خاطر نكون نتكلم باريحيه. بالنسبه بقى للاداء فهو بيجي لك ببروسيسور انتل اي 3 الجيل العاشر من الفيرجن بتاعه 1005 جي 1، يعتبر متواضع ولكن زي ما قلت لكم كويس بالنسبه للسعر بتاعه. كمان بيجي 4 جيجا رام، الفيرجن اللي معايا ده في فيرجن تاني بيجي 8 جيجا رام، وكمان بجرافيكس كارد اللي هو الام اكس 330، ولكن ده بيجي فقط بالبروسيسور الانتل اي 3 وكمان امبيدد جرافيك كارد انتل اللي هو الستاندرد بيكون 2 جيجا بايت. ده مش هيشغل العاب تقيله طبعا، ولكن هو متميز جدا في الوورد والاكسل ومشاهده الافلام والحاجات اللطيفه البسيطه، تقدر انت تشغل برامج ولكن مش اتقل حاجه، وتقدر انت طبعا تلعب ولكن مش اتقل حاجه. ما تقوليش هي بتشتغل 120 هرتز و120 فريم وكل الكلام ده، لا طبعا مفيش الكلام ده، الشاشه بتاعتها 60 هرتز اصلا. طيب الرامات عشان خاطر تزود ال 4 جيجا رام تقدر انت تحط كمان 8 او 16 عشان خاطر الاربعه رام دي غالبا بشكل كبير جدا هتكون ملحومه جوه الجهاز، فاللي انت هتضيفه يا اما 4 كمان يا اما 16 او 8. ونسيت اقول لكم ان البروسيسور ده هو 8 ثريدز 4 كور، وكمان المساحه التخزينيه فيه بتكون 1 تيرا بايت اتش دي دي، عشان كده الفتح والقفل بتاع الجهاز يعتبر بطيء شويه، بس تقدر انت تحط فيه اس اس دي وتنقل عليه الويندوز بوم هتحس فرق فظيع، خاصه ان اللابتوب اصلا مش غالي قوي. انا عاجبني جدا الماتيريال اللي هنا اللي شبه جدا التاتش باد والماتيريال الداخليه. بالنسبه بقى للبطاريه فهي 36 وات اور وبتيجي من نوع ليثيوم ايون، كمان الشاحن بتاعه صغير قوي بالمقارنه يعني بالجي 15 اللي موجود التهمه اللي ورايا. تقدر كمان ان انت تشغل عليه برامج زوم والميتنجز والحاجات اللطيفه دي بدون اي مشكله، وهتحس ان انت مش ناقصك حاجه. بالنسبه بقى للبورتس فالبورتس انا شايف من وجهه نظري ان هي كافيه. في من هنا يو اس بي عاديه خالص مش اس اس سوبر سبيد، وده اللوك اللي انت بتربط بيه اللابتوب، ومن الناحيه الثانيه هو المدخل بتاع الشاحن والنت والاتش دي ام اي، وواحده يو اس بي فتحه عاديه وواحده فتحه اس اس يعني سوبر سبيد. هتلاقيها ان هي مميزه باللون الازرق كده بشكل حلو قوي، ولكن ما فيهوش تايب سي، وانا عاجبني جدا الفتحات التهويه اللي موجوده هنا. كمان البورتس عباره عن فتحه الشحن، الانترنت اتش دي ام اي، ووصله يو اس بي عاديه ووصله يو اس بي سوبر سبيد، وكمان هنا للسماعات تقدر ان انت تركب فيها سماعات او المايك. كمان عندي هنا فتحه يو اس بي عاديه مش سوبر سبيد، وهنا اللوك عشان خاطر تربط اللابتوب بتاعك عشان ما يهربش بعيد. من الحاجات اللذيذه برضو ان انا عندي البادز دي، لو انت قعدت كده وعملت سايد فيو هتلاقي ان في جزئيه لدخول الهواء وخروجه من هنا، فتحات حلوه جدا جدا جدا. انا معجب جدا بالفتحات اللي هنا وطريقه التبريد اللي موجوده هنا والمراوح اللي جوه بشكل بيرفكت. بصوا كمان فتحات التهويه اللي هنا كبيره ازاي، فاعتقد اللابتوب ده مش هيسخن خالص منه. كده نكون خلصنا كل اللي انا عايز اقوله. خلينا نعمل ريكاب سريع كده، امتى تشتري اللابتوب ده وامتى تشتري لكل طلاب الثانويه العامه اللي داخله او ثانيه ثانوي او اولى ثانوي، او للاسر بتاعه الطلاب. ده ممتاز جدا ويكفي بالغرض في المرحله اللي انت فيها، ولكن لو انت هتخش هندسه او هتخش كمبيوتر ساينس قدام هتقدر ان انت لازم طبعا هتبيعه وتجيب حاجه تكون تقيله تنفع على البرامج.
على الرغم ان انا اصلا معدي هندسه بلابتوب يعني مش اي 3 حتى، قبل الاي 3 وجيل تاني وحاجه صعبه جدا، وعديته الحمد لله وزي الفل. فما تشغلوش قوي بالكم بالحته دي، ولكن هو يعتبر جهاز ممتاز للجامعات، بدايه الجامعات الغير عمليه قوي، او كمان العمليه رخيص 10000 جنيه 12000 جنيه، فهو ممتاز وصفقه رابحه جدا في وسط الايام الصعبه اللي احنا فيها. كمان المميز ان هو فيه بروسيسور انتل اي 3 جيل عاشر، هو فيه طبعا 11 و12، فعشان كده هو يعتبر سعره رخيص سن. كمان 4 جيجا بايت رام بس، ولكن تقدر انت تزودها ل 8 و16 جيجا بايت رام، والتكنولوجي بتاعتها دي دي ار 4، وبالتالي السرعه بتاعتها مقبوله جدا. الحاجه الوحيده اللي انا هقول لك تابجريد فيها بشكل اسرع ما يمكن هو الهارد الاتش دي دي. تقدر ان انت تزود بس حتى لو 128 او 256 اس اس دي، هيفرق معاك جدا جدا جدا، مش متخيل يعني بدل ما يفتح معاك في دقيقه هيفتح معاك في 15 ثانيه، في 10 ثواني بكتير قوي بامكانياته دي. فطبعا هتحس بالفرق وهتدعي لي. من المميز جدا ان الماتيريال بتاعته حلوه قوي قوي قوي، وده غريب جدا على الفئه السعريه دي. يعني الديل فوسترو مثلا انا ما حبيتوش، عملت عليه ريفيو قبل كده، هسيب لكم اللينك فوق في الديسكربشن، سوري فوق في الاي او تحت في الديسكربشن. فالماتيريال دي بتاعتها حلوه جدا. الميزه بتاعت ال 180 درجه تعتبر ميزه ممتازه، ما اعرفش هتستفاد بيها قوي في ايه، ولكن هي كويس. حاجه طبعا فيتشر زياده مش موجوده في لابتوبات تانية. يعتبر خفيف، يعتبر الديزاين بتاعه سيمبل، الماتيريال بتاعتها كويسه. الديزاين حتى الاسباير الموجوده هنا دي تحس ان هو جيمنج كده، ولكن طبعا مش جيمنج. ومفيش لايت حتى تحت الكيبورد، ده طبعا عشان فئه سعريه قليله، بيديك احسن امكانيه باقل سعر. البطاريه بتاعتها تعتبر ممتازه عشان خاطر البروسيسور ما بيسحبش جامد، وبالتالي تقدر تقعد معاك 5 6 ساعات مستريح في البرامج اللي انا قلت لكم عليها البسيطه خالص. وبس كده، يا رب تكونوا انبسطتوا، يا رب تكونوا استفدتوا. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك للفيديو ده، وتعملوا شير لاصحابكم عشان خاطر يستفادوا من اللابتوب اللطيف ده اللي سعره لقطه على امازون. هسيب لكم اللينك حتى بتاع الشراء تحت في الديسكربشن. ان شاء الله اشوفكم الريفيو الجاي. مع السلامه.